تعرف أن أشهر قميص في تاريخ الكرة ظهر بسبب النحس؟ تخمينك صح، القميص الأصفر للبرازيل اللي بيوم من الأيام كان قميصها أبيض بالكامل. القصة كانت في مونديال 1950 اللي كان الأول بعد توقف 12 سنة بسبب الحرب العالمية الثانية. العالم كله كان راجع يتنفس كورة من جديد، والبرازيل استضافت البطولة وكأنها مهرجان حياة بعد الدمار. وعشان يكون في مباريات أكثر ودخل أكبر يساعدهم يبنون ملعب ماراكانا. لغوا خروج المغلوب وحولوا البطولة لمجموعات. لكن قبل البداية البطولة دخلت بفوضى كبيرة، منتخبات كثيرة انسحبت قبل التصفيات وبعدها وحتى بعد القرعة عشان تبدأ البطولة ب 13 منتخب بس. وفيها انجلترا شاركت لأول مرة بتاريخها، وكانوا يشوفون نفوسهم ملوك اللعبة ونحن اللي اخترعناها. وبعد الفوز على تشيلي 2-0 حصلت المفاجأة، خسروا 1-0 من أمريكا. الصدمة كانت كبيرة لدرجة أن بعض الصحف الإنجليزية ظنت النتيجة خطأ مطبعي وكتبت إنجلترا فازت 10-1 على أمريكا. لكن الكارثة الأكبر كانت تنتظر البرازيل. المنتخب كان يحتاج تعادل فقط قدام الأوروغواي عشان يفوز بالكاس، وسط 200,000 مشجع بملعب ماراكانا، واحتفالات من الصحف البرازيلية حتى قبل المباراة، وميداليات كانت مجهزة بأسماء لاعبين البرازيل ولاعبين الأوروغواي أصلاً داخلين الملعب وهم مقتنعين أن البرازيل بتفوز. فجأة الأوروغواي قلبت النتيجة وفازت 2-1. صمت مرعب. البرازيل أعلنت الحداد وكثير من الجماهير حاولت الانتحار بسبب الصدمة. أما حارس البرازيل باربوسا اللي حملوه مسؤولية الخسارة فعاش باقي عمره منبوذ، وحتى بعد سنين ظل اسمه مرتبط بالمصيبة. ويقال إن في 1994 منع من زيارة معسكر المنتخب خوفاً من النحس، ومن بعدها القميص الأبيض صار رمز نحس عند البرازيليين، وهنا اختفى للأبد وصار في قميص جديد بألوان العلم البرازيلي، القميص اللي بعد سنوات لبسه بيليه ورونالدو ورونالدينيو ونيمار. يعني تخيل لون كامل صار أيقونة عالمية فقط بسبب خسارة.